اكبر غلطه انت بتعملها دلوقتي انك فاكر ان لسه في وقت تلف وتسمع نصايح من على مليون مقطع على اليوتيوب، والفكره ان كل مقطع بينقطك بمعلومه شكل، ويا ريتها فعلا معلومه تستحق الوقت اللي ضاع ده كله. تلاقي نص ساعه بيقدم في نفسه ونص ساعه بيقدم. في نفس اللحظه دي السنه اللي فاتت كنت مكانك، ما كنتش فاهم حاجه، خايف قلقان متوتر، وعشان اعرف معلومه عن اللي لازم اعمله في الفتره دي لازم اتفرج على مليون فيديو. فده خلاني استهلك وقت انا كنت اولى بيه بصراحه. ففي الفيديو ده هتعرف كل اللي محتاج تعرفه عن فتره امتحانات الثانويه العامه، وازاي تتجنب على قد ما تقدر الغلطات اللي ممكن تاثر على مجموعك وعلى حالتك النفسيه اللي فيها اللي مكفيها اساسا. وفي الفيديو ده هنتكلم عن تجربتي في 6 حاجات اكتشفتهم بالخبره، ويا ريتني ما اكتشفتهم بالخبره بس انا هعرفهم لك ويا رب يفيدوك فعلا. المهم يا سيدي الفيديو ده هيبقى ماشي كالتالي: هندخل اول حاجه في الامتحانات الاسترشاديه، وبعدين كتيب المفاهيم، وبعدين الامتحانات الغير مضافة، وبعدين الامتحانات المضافة، والأزمة اللي حصلت لي ما بين الامتحانات. وحاجة اوعى 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 تعملها، هعرفها لك في آخر الفيديو بقى عشان تسمع الفيديو للآخر. اولا الامتحانات الاسترشاديه، بص هكلمك بكل امانه، انا حليت امتحانات استرشاديه ياما، وحرفيا الامتحان كان بيتحل من ساعه لساعه ونص بكتير، فكنت فرحان قوي بنفسي ساعتها وقلت خلاص الامتحان في جيبي. وبرضه لما تلاقي الوزاره منزله لك 15 امتحان استرشادي لكل ماده ولا حاجه، اكيد هيجي في بالك لو خلصت الامتحانات دي كلها هكون على الاقل ضمنت نسبه محترمه من الامتحان بتاع اخر السنه. ولكن لما اتحطيت في امر الواقع ودخلت اول امتحان اكتشفت ان كل ده طلع فيستك بصراحه. الفكرة إني ضيعت كمية مجهود ووقت محترم لو كنت ضيعته على مراجعات أو على حل امتحانات السنين اللي فاتت والأفكار اللي شبهها، كان أفضل بصراحة. ولكن هل ده معناه إن الامتحانات الاسترشادية مش ليها لازمة؟ أكيد لأ. الفكرة إنك غلط تتعامل معاها كأنها أهم مصدر في المراجعة. من وجهة نظري ركز على الامتحانات الاسترشادية الصعبة، هم أساسا يعتبر كده كام امتحان يتعدوا على إيد 2 3 بس، وهي اللي فعلا فيها أفكار مختلفة. اما انك تقضي ايام بتحل كل امتحان استرشادي تلاقيه قدامك، فبصراحه انت بتضيع وقت مش اكتر. تاني حاجه بقى نتكلم فيها وهي كتيب المفاهيم، ده بقى الجوكر بتاع ايام الامتحانات. ده بقى يا اما هيديك المعلومات اللي انت عايزها في الامتحان، او هيديك فعلا، هيديك جد جد في الامتحان والله. الكتاب ده بصراحه جبار لو هتعرف تستخدمه، بس برضه زي ما هو حلو فليه عيب قاتل بصراحه وهو الوقت. انا كنت داخل بيه الامتحانات السنه اللي فاتت بس بطريقه غلط خلتني اضيع بصراحه نص وقت في الامتحان وانا قاعد عمال ادور على المعلومه. فعشان كده قبل اي امتحان لازم تفتح الكتاب وتشوف هل فعلا هيفيدك في الماده دي ولا لا، ولو هيفيدك هيفيدك في ايه. مثلا زي امتحان العربي، هل هيفيدك في بلاغه، ادب، نحو؟ فلازم تعرف ايه نقطه قوه الكتاب ده في الماده اللي عليك. فده هيوفر لك وقت كتير جدا في الامتحان وقبل الامتحان عشان تعرف المفروض تحفظ ايه وتركز عليه، وايه اللي موجود في كتيب المفاهيم مش محتاج تركز عليه قوي، على قد بصه سريعه كده وخلاص. فدايما لازم تعرف الكتاب ده موفر لك ايه في الماده دي واماكن الحاجات اللي موفرها لك، عشان كده بص تفتح الكتاب تلاقي حبه هنا وحبه هنا. مصيبه، كتاب قد كده والله والله كتاب قد كده. ثالثا الامتحانات الغير مضافه. بص بقى يا صديقي، انت مش محتاج تضيع وقتك خالص في المواد دي، كلها مواد تتلم في ليله او ليلتين اقصى شيء. فعندك مثلا ماده زي الدين والتربيه الوطنيه، هتلاقي فيديوهات على اليوتيوب شرحناها لك حرفيا في 3 ساعات. 3 ساعات، عايز اكتر من كده إيه يا عم؟ ايه يا عم؟ واعملها على سرعه 2 كمان. بس هكلمك بامانه، ماده الدين مش هستخسر فيها الوقت، لانها بصراحه حاجه هتفيدك في دنيتك واخرتك، فاهم؟ فلما تيجي تدرسها درسها بنيه التعلم والتثقف، التثقيف، التثقف، التثقيف. فلما تيجي تدرسها ادرسها بنية التعلم والتثقف دي. وعندك بقى مادة زي الفرنساوي، بصراحة هي بتختلف من واحد متأسس فيها وواحد لأ، فيعني خد لك فيها يومين بالكتير 3 لو مش متأسس خالص. وعامة حل امتحانات السنين اللي فاتت هتلاقي نفسك مش محتاج أصلا تذاكرها، يعني تذاكر الكام معلومة اللي بتيجي في الامتحان وخلاص، فاهم؟ سهلة يعني. 4 الامتحانات المضافة للمجموع. بص بقى يا معلم، انت هتطلع من الامتحانات الغير مضافه فرحان ومتفائل ورهبه الامتحانات قلت، بس الحقيقه اللي لازم تعرفها انك داخل على دمار. سيبك من الهبل بتاع الامتحانات الغير مضافه ده، واعتبر نفسك كده كانك ايه، كنت بتلعب ماتش ودي مثلا وجاي تلعب ماتش في كاس العالم. شايف فرق الضغوطات كده؟ فجر. انا مش بقول لك كده عشان تخاف، انا بس بعرفك عشان تعمل حسابك على اللي جاي ومش تنصدم اول ما تدخل الجنه. استغفر الله العظيم، هيكفرونا. ومش تنصدم اول ما تدخل اللجنه وتبقى جاهز نفسيا ليه،
بدل ما تاخد الصدمه والامتحان قدامك والوقت مش مكفيك. ودي بقى معلومه عايزك تعرفها، اول امتحان وهو العربي هو اهم امتحان، لو عرفت تعديه كل اللي بعده تافه. الفكره في اول امتحان انت بتكون اول مره تتحط تحت ضغط حقيقي من الوقت وللصوت اللي حواليك وكم الاسئله المطلوبه منك في فتره معينه. وبالمناسبه امتحان العربي هو اكبر امتحان عندك في الامتحانات كلها. فانت قبل ما تدخل الامتحان العربي لازم تكون حطيت نفسك تحت ضغط شبه حقيقي زي اللي هتشوفه في الامتحان. مثلا هتجيب امتحان الترم الاول بتاع العربي السنه اللي فاتت او الترم الثاني، وتجيب لك ورقه تصديق زي اللي موجوده في الامتحان، وتجيب لك كراسه تكتب فيها، ويكون قدامك وقت 3 ساعات الا ربع، لان دايما في ربع ساعه بتضيع في اول اللجنه من توقيعك لدخول اللجنه او لحد ما الورق يجي وهكذا. وبالمناسبه مش هيدوك وقت بدل اللي راح في الاول. يعني مثلا لو الامتحان الساعه 9 وخدت الورقه 9 وربع، هم مالهمش دعوه، هياخدوها 12 يعني هياخدوها، مفيش غير كده، خلاص خلصت. وبرضه نصيحه وانت بتحل الامتحان ده، حاول تقعد في اكتر حته فيها دوشه في البيت عشان تتعود على الدوشه اللي هتبقى موجوده في اللجنه. وكده باذن الله هتكون عملت كل حاجه مطلوبه منك عشان تدخل اول امتحان تلاقي نفسك فل الفل. 5 بقى الازمه اللي حصلت لي ما بين الامتحانات المضافه. بعد اول امتحانين بيحصل حاجه مش بيتكلم عنها حد تقريبا، بتبدا تفقد الشغف تدريجيا، خصوصا لو كنت ضاغط على نفسك الفتره اللي قبلها. تلاقي نفسك داخل فجاه في مود غريب كده، وتلاقي الايام بتضيع منك من غير ما تقدم اي حاجه للامتحان اللي جاي. فتلاقي نفسك ما بقتش تفتح الماده الا قبل الامتحان مثلا بيومين 3 يوم، تفتحهاش اصلا، عادي بتحصل والله. وحتى لو فتحتها لقيت نفسك مش بقيت بتذاكر زي الاول. والحقيقه بقى ان المرحله دي اخطر من الامتحان نفسه وقلق الامتحان، كل ده فيستك هتتعود عليه من اول امتحان. في الحقيقه انت بتكون جبت اخرك مع ان الامتحانات لسه مكمله. والفكره انا نفسي مش لقيت لها حل لحد دلوقتي. هل يمكن ده بسبب ان الواحد تعب جدا ساعتها فعلا، ولا عشان كنت ضاغط نفسي فتره طويله؟ متفهمش، ولكني تقبلت الموضوع ورضيت الحمد لله. وده برضه للمعلومية من أحد الأسباب اللي خلتني أجيب 87%. فالمهم لو حصل معاك الموضوع ده لا قدر الله ما تسيبش نفسك للضياع الكامل. حتى لو الأداء قل شويتين فحاول يبقى على الأقل في حد أدنى للدراسة. وأنا بحكي لك الكلام ده مش عشان أخوفك، بل عشان مش تتفاجئ زي ما أنا اتفاجئت ساعتها. وأخيرا وليس أخيرا نيجي النجم الحلقة بتاعتنا النهاردة وهو الغش. بص مش هكدب عليك، في اللجنة هيجيلك فرص كتير قوي تغش منها. وطبعا انا مش جاي اقول لك الكلمتين اللي انت بتسمعهم على طول عن الموضوع ده، زي ان الغش حرام وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. مع ان المفروض ده كافي على فكرة، ده سبب كافي ان انت ما تغش، بس هفهمك برضه بعقلانية وهدايا. انا عارف انك من جواك عايز تغش عشان تجيب مجموع محترم وتدخل كلية اللي نفسك فيها، بس الحقيقة ان العكس تماما هو اللي هيحصل معاك. انت اول ما تفكر في الغش دماغك هتعمل معاك الاتي: اولا مش هتذاكر الامتحانات اللي جايه وهتريح دماغك. عارف ليه؟ لان دماغ البشر كسوله جدا، بتدور على اسهل طريقه توصلها لهدفها مهما كانت الطريقه دي ايه. فلما تكسل تذاكر وتدخل تتلسع بمراقب محترم يظبطك ظبطه محترمه، تلاقي كل اللي انت كنت بتحلم بيه ضاع في ثانيه. انت حرفيا راح تراهن بمستقبلك على حسب المراقب اللي هيجيلك. هتقول لي لا يا عم انا هذاكر، بس هبقى اغش السؤال لا هيقف معايا يعني عادي، يعني سؤال كده يروح كده. هقول لك والله 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 لو دخلت اللجنة وانت عامل حسابك على 1% غش، هتلاقي نفسك مش عارف تركز في الورقة وكل المعلومات اللي في دماغك بخرت. لو بتسألوني بعمل ببقي ليه، عشان مش بعرف اعملها جدا، الكلام مش بيطلع صوت. فكرة دماغك مش هتبقى في الحل ولا في السؤال اللي قدامك، دماغك هتبقى مشغولة ازاي اغش وما تقفش. طب المراقب باصص فيه، طب صاحبنا اللي ورانا عرف يحل السؤال اللي واقف معانا. فحتى لو كنت مذاكر المنهج ده 50 مرة هتبص في الورقة كأنك أول مرة تشوف الأسئلة دي في حياتك. على فكرة والله ما ببالغ، بس ده اللي بيحصل فعلا. بص الغش ده زي زرار طوارئ، لو اتفعل مرة واحدة في أول امتحان ثقتك في مذاكرتك في الامتحانات اللي جاية هتقل، ومذاكرتك هتقل، ودماغك هتبدأ تعتمد عليه واحدة واحدة طول الامتحانات لحد مش هتبدأ تذاكر أساسا، وهتنسى إنك عندك عقل أصلا بتفكر بيه. في النهاية أنا عارف إن الفترة دي مش سهلة، وعارف إنك بقالك شهور بتحاول تعمل كل اللي عليك، وعارف إحساس
انك تصحى كل يوم وفي دماغك امتحان ومجموع ومستقبل وضغط من كل ناحية. فلو في حاجة عايزك تفتكرها بعد الفيديو ده كله، فهي انك تركز على الحاجة اللي تقدر تتحكم فيها، ومش تراهن على مستقبلك على كام سؤال في الامتحان واقفة معاك. فذاكر، حل، راجع، وروح الامتحان واعمل اللي عليك. اما النتيجة دي بقى خارج ايدك، وما تقعدش تقارن نفسك بحد، ولا تضيع طاقتك في التفكير الناس خلصت قد ايه من المنهج ولا ذاكرت قد ايه. كل واحد وليه رحلته، وانت دلوقتي المفروض تركز على رحلتك انت بس، ولو وصلت لحد هنا فاتمنى ليك كل التوفيق في الامتحانات اللي جايه، وبجد والله انت تقدر. وان شاء الله بعد ما الفتره دي تخلص هرجع اعمل فيديو تاني هتكلم فيه ما بعد الثانويه العامه بقى، من جامعه وازاي تختار جامعتك وما الى غير ذلك. لكن دلوقتي ارجع ذاكر واعرف انها مجرد فتره وخلاص، قربت على الانتهاء. فشد حيلك يا بطل، وبالتوفيق ان شاء الله. وكان معاكم زيزو، اشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم.